ان اول حاجه بتيجي في مخك ليه انا عملت ايه. حاجه بقى انا عملتها وفخوره بيها هو اصدار كتابي امبارح اسمه بدون سابق انذار، قصتي مع السرطان. هي جايه من العنوان. انا اكتشفت صدفه وفجاه كنت بعمل تحليل ريجولر، لا ده زي الافلام العربي، في حد هيدخل حالا يروح خاطف التحاليل دي ويقول احنا اسفين قوي دي تحاليل مريض تاني حالته ميؤوس منها، لكن حضرتك تحاليلك ما فيهاش حاجه خالص. فجاه حسيت ان في جدار ازاز كده نزل بيني وبين كل الناس اللي حواليا. ما حدش يكلمني، ما حدش يقول ان انا صعبانه عليا يعني انيسه، لان انا كنت سهل جدا بقى اعيط في اللحظات دي. سيبوني لوحدي. تبتدي تفكري في بناتك وفي احفادي طب وهيفتكروني ازاي ومين اللي هيقول لهم. هل انا قلت لوالدي ووالدتي كفايه قد ايه انا كنت بحبهم واحترمهم؟ إذا كان ربنا مش كاتب فترة طويلة يبقى الكتاب اللي طلع ده بيوريهم قد إيه أنا مقدرة. ربنا يخليهم ليا ويخلينا لبعض ويخليهم هم كمان لبعض. إذا منحت حياة أخرى من الأول وجديد في حاجات كتير ممكن أغيرها في حياتي. فكر في اليوم بتاع النهاردة، حاول تعيشه كويس، حاول يبقى عندك فيه أمل، حاول تستمتع بحاجات أنت كنت دايما مأجلها. يا جماعة ما تستخسروش تقولوا ان انت للناس اللي انتوا بتحبوه ان انتوا بتحبوه. ساعات بتأجلي كلمة زي دي وبعدين يا انت تبقي مش موجودة يا الحد اللي انت عايزة تقولي له الكلام ده مش موجود. فالكلمة دي بتحسس الواحد ان هو مش ندمان.